بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله الكريم محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيام رمضان سريعة، وهو كما هو العادة رمضان من مزاياه إخواني وأخواتي أنه ضيف كريم خفيف، ما أن يقبل حتى ينتهي وينقضي. فالكيس الفطن هو من يستغل هذه اللحظات. من الأعمال الجميلة التي لابد أن نحرص عليها وهي ضمن أجواء رمضان هي مسألة الحرص على بر الوالدين والقيام بشؤونهما. من كان والداه ما زال على قيد الحياة، والله العظيم يا غالي أنها فرصة عظيمة لك بين يديك أن تستغل لحظات رمضان في الجلوس بين أيديهما وعند رجليهما، تقضي حوائجهما، تونسهم أيضا بالحديث وبالكلام، ممكن تأخذهم في بعض الطلعات، تجتمع معهم على وجبة الإفطار وعلى وجبة السحور. للأسف أن البعض قد يشغل نفسه بأمور أخرى ويطلع مع ربعه وأصحابه وينسى الكنز الثمين اللي عنده بين يديه. الله سبحانه وتعالى يكفي أنه في كتاب الله تبارك وتعالى قارن بين عبادته وطاعة وبر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فاحرص يا رعاك الله في شهر الخير على بر والديك. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.